الله بالخير يا أهلي وناسي، وكل عام وانتم بخير. هاي كليجة، يعني مو كليجة. وراح أسولف لكم قصة هذا الاسم. يقولون والعهد على القائل، أكو فد بنية واسمها خديجة. خديجة متزوجة رجال كلش بخيل وحريص ويحاسب على اللقمة، وعندها أمها مرية كبيرة وتجيها بالسنة مرة، مو لأن مرية كبيرة وتعبانة، لا، من ورا سوالف رجل خديجة، لأن كل ما تجي المرية وتشاركهم الأكل عين عليها شقد أكلت وشقد شربت. ومن هاي السالفة ظلت خديجة كل ما تجيها أمها تكب قلبها. ذاك اليوم ندق الباب، أثاريها أم خديجة، كلش فرحت البنية بجية أمها ورحبت بيها، بس خايفة من رجلها. ومن اجى رجلها تعارك وياها، قالها هم امك اجتنا وتالي وهم راح تخلص اكلنا، مكافئ علي انتي وجهالك والبيت، وظل يهدي. الله يحب هالمرية، سمعها ثقيل وما تدري بالرجال ايش يحكي وش يقول. ثاني يوم طلع الرجال للشغل، وصاحت الأماي على بنيتها، يما يا خديجة كتلني الجوع، انطيني لقمة آكلها. راحت خديجة للمطبخ، فكرت وقالت خل أسوي أكلة كون رجلي ما يحس بفرق بالمواد، مو مثل هسه قبل الناس علقت حالها. طلعت لها طحين وتمر وظلت تعجن وتحط بالفرن، وكان تطلع ذيك الريحة الطيبة، والأماية منتظرة الأكلة. كملت الأكلة وقدمتها لأمها ووياها شاي مهيل، والأم بدت تاكل ومكيفة. قالت لها يما يا خديجة إيش حالاتها هاي الأكلة، شو اسمها؟ خديجة بالها مو ويمها وعينها على الباب، وتحكي ويمها وتقولها يما فدوى أكلي خاف يجي وحارقة روحها حرق. والأماية بغير وادي، لأن سمعها ثقيل وما تدري ببنيتها شو تقول وش تحكي، وتاكل ومستمتعة. هناك كان يجي الرجال ويدخل من راس الفرع، وان شافته خديجة اجت الأمها تركض، يما فدوة اكلي ترى اجى، يما اكلي اجى. ردت عليها أمها وقالت لها يا اسمها كليجة هاي الأكلة. ومن ذاك الوقت ظلينا نسوي كليجة ونسميها كليجة، وعلى عناد رجل خديجة نظل نسوي كليجة. كليجة يا أم التمر يتنشقك ياهو اليمر، كليجة يا أم الحلقوم تزيح عنا الهموم، وكليجة يا أم الجوز جنها عسل ويا الموز. حلوة يا البغدادية يم خدود الوردية، نظراتك من قلبي تزيد دقات شوية شوية.